تمام. نكمل بقى هنا يا شباب مع بعض موضوع جديد بعنوان فولت ميتر. ناس كتير عارفه ان الفولت ميتر هو جهاز يستخدم لقياس قوه الكهرباء او البوتنشال ديفرنس ما بين اي مادتين. ايه الفولت ميتر؟ used to measure the potential difference between two poles. بمعنى ان انا سعادتك، تعالى كده اشرح لك الموضوع ده سريعا على الوايت بورد. ان انا لو جيت عملت لسعادتك جالفانيك سيل زي كده، زي اللي احنا شرحناها دي، نعيد تاني الكلام. جالفانيك سيل اللي هي كانت 2 بيكر، وهنا بيكر تاني، هنا زنك سلفيت، وهنا في كوبر سلفيت، خد بالك، وهنا ده كان قالب الزنك، وهنا كان عندي قالب كوبر، ودول متوصلين ببعض بسلكه، والالكترون بتتحرك من الزنك للكوبر، وهنا كان في السولت بريدج بتاعنا طبعا احنا عارفينه، رسمه كده كروكي سريعه. فالمهم يعني اي بطاريه زي كده بيبقى فيه في النص جهاز اسمه الفولتميتر. الفولتميتر ده بيستخدم لايه يا شباب؟ لقياس البوتنشال ديفرنس، فرق الجهد ما بين مين ومين؟ ما بين العالي والواطي. دايما الديفرنس ده هيطلع بوزيتيف ولا مش بوزيتيف؟ بوزيتيف. ليه؟ لان الراجل بيقيس فرق ما بين عالي وواطي. مين العالي؟ اللي هو الزنك، والواطي اللي هو مين؟ الكبر. فلو قلنا مثلا ان الزنك ب 10 فولت والكبر ب 5 فولت، يبقى البوتنشال ديفرنس بكام؟ 5 فولت. يبقى دي هتبقى ايه؟ قرايه الفولتميتر. فهمت انت الفكره؟ طيب، يبقى ما هو جهاز الفولتميتر؟ هو جهاز يستخدم لقياس البوتنشال ديفرنس ما بين التو ديفرنت بولز اللي هم زي مثلا كانوا الزنك والكبر. طيب انت عايز تقول لي يا مستر امير، عايز اقول لك ان اي ماده ليها تو بوتنشالز. ليها ايه؟ تو بوتنشال. بوتنشال بالعربي يعني قدره. لو جيت مثلا اتكلمت معاك هنا على جنب على الزنك، واخد بالك، همليك ان الاو بي بتاعت الزنك انا مديك رقم جيفن ببوزيتيف او بوينت، اكتبها لك ايه تحت. بالنسبه للزنك الاو بي بتاعته ايكوال بوزيتيف 0.76 فولت، فتبقى الار بي بتاعته ايكوال نيجاتيف 0.76 فولت. خدت لي بالك؟ ماده الزنك الاو بي بتاعته بكام؟ بوزيتيف 0.76. فعايز تقول لك ايه الاو بي ده؟ او بي ده معلم اختصار اوكسيديشن بوتنشال. اختصار ايه؟ اوكسيديشن بوتنشال. يعني ايه اوكسيديشن بوتنشال؟ مش انا قلت لك بوتنشال يعني القدره، واوكسيديشن خساره الكترونات، يبقى اوكسيديشن بوتنشال القدره على خساره الالكترونات. طب الار بي بقى ريدكشن بوتنشال، وهي القدره على مكسب الالكترونات. واخد بالك ان الاو بي والار بي متساويين بس باي تو ديفرنت ساين. يعني الاو بي بوزيتيف 0.76، فالار بي نفس الفاليو بس بالنيجاتيف، فتبقى نيجاتيف 0.76. يبقى خلينا متفقين ان الاو بي والار بي لاي ماده متساويين. الاو بي والار بي لاي ماده متساويين ولكن باوبوزيت ساين. ايوه. طب كده مستر الزنك بيحب يعمل اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ الزنك هيحب يعمل الفاليو اللي بالبوزيتيف. طب هو الفاليو بالبوزيتيف جاي لمين؟ للاكسيديشن، فكده الزنك بيحب يعمل اوكسيديشن. يبقى اي ماده عندها او بي وار بي، واحد بالبوزيتيف وواحد بالنيجاتيف. طب الماده بتحب تعمل مين؟ اللي بالبوزيتيف. فهنا الزنك بتحب تعمل اوكسيديشن. تمام. طب تعالى بقى اكلمك على الكبر مثلا. هنا الكبر الاو بي بتاعته بنيجاتيف 0.34 فولت، فيبقى اوتوماتيك لوحدك الار بي بكام؟ تبقى الار بي ايكوال بوزيتيف نفس الفاليو 0.34 فولت. وكده تبقى الكبر بتحب تعمل ريدكشن. طب لما الزنك حبت تعمل اوكسيديشن والكبر حبت تعمل ريدكشن، كده في بوتنشال ديفرنس ولا مفيش؟ في ماده بتحب الاكسيديشن ماده عاليه، وماده بتحب الريدكشن ماده واطيه، فالفولتميتر هيقرا الفرق ما بينهم. لقطوا انتوا كده القصه ماشيه ازاي؟ يبقى خلينا متفقين ان اي ماده ليها تو بوتنشالز او بي وار بي، الاثنين بيبقوا نفس الفاليو بس اوبوزيت ان ساين. نفس الفاليو بس اوبوزيت ان ساين يا شباب. طيب ايه بقى اللي انا عايز اقوله؟ اللي انا عايز اقوله ان انا لو عندي مثلا ماده اكس، واخدين بالكم، انا بقول لك ان ماده اكس دي الاو بي بتاعها ايكوال بوزيتيف 3، فالار بي يبقى بكام؟ نيجاتيف 3. كده ماده اكس دي بتحب الاكسيديشن ولا الريدكشن؟ استاذ كده ماده اكس بتحب الاكسيديشن. طب ولما اكس تحب الاكسيديشن تبقى اوكسيدايزنج ايجنت ولا ريديوسنج ايجنت؟ استاذ تبقى ريديوسنج ايجنت. يبقى خلينا متفقين ان اي ماده بتحب الاكسيديشن تبقى ريديوسنج ايجنت. طب ولما اكس تحب الاكسيديشن تبقى ريديوسنج ايجنت. اعكس الكلام، لو انا بقى عندي ماده واي، واخد بالك، الاو بي بتاعها بنيجاتيف 5 والار بي بتاعها ببوزيتيف 5، كده واي بتحب الاكسيديشن ولا الريدكشن؟ كده واي بتحب الريدكشن. طب واي لما تحب الريدكشن تبقى ريديوسنج ايجنت ولا اوكسيدايزنج ايجنت؟ اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى خلينا متفقين اي ماده الاو بي بتاعها بالبوزيتيف تبقى بتحب الاكسيديشن والريديوسنج ايجنت.
اي ماده الار بي بتاعها بالبوزيتيف تبقى بتحب الريدكشن واوكسيدايزنج ايجنت. طب وانت يا مستر الارقام دي بتجيبها منين؟ ارقام الزنك او الاكس والواي والكلام ده كله بتجيبها نسبه الى مين؟ قال لك الليله دي كلها نسبه الى الهيدروجين جاز. الهيدروجين ايه؟ جاز. ليه يا مستر؟ هو الهيدروجين جاز ده يمتاز بايه؟ قال لك الهيدروجين جاز يمتاز ان الاو بي بتاعته بتساوي زيرو، فتبقى الار بي بتاعته بكام يا معلم؟ برضه هي كمان بزيرو. طب لما يبقى الهيدروجين الاو بي والار بي عنده بزيرو، هل كده هو بيحب الاكسيديشن او بيحب الريدكشن ولا لا يميل لاحد؟ لا يميل لاحد، لان الاو بي والار بي هما الاثنين بزيرو. فاحنا الارقام اللي انا عمال اقولها دي كلها جبتها نسبه الى او مقارنه بمين؟ بالهيدروجين، لان الهيدروجين يمتاز ان الاو بي والار بي بتاعته بزيرو. طب ايوه، انت عايز ايه يعني؟ عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لساعتك على حاجه، ركز كده معايا. هو دلوقتي يا معلم انت قلت لي ان الفولتميتر ده بيقيس البوتنشال ديفرنس ما بين الزنك والكبر، تمام؟ نفترض ان الفولتميتر هنا في البطاريه دي، فعشان الفولتميتر يشتغل ويطلع لك قرايه لازم رقم الزنك يكون عندي ورقم الكبر هو كمان يكون ايه؟ عندي، تمام؟ لان ده بيقرا بوتنشال ديفرنس، يعني لازم رقم الزنك عندي ورقم الكبر عندي، قوم ساعتها يديك قرايه. طب لو انا رقم الكبر مش عندي وعندي رقم الزنك بس، سي مثلا رقم الزنك هو عندي ب 10 فولت، هل الفولتميتر ساعتها هيديك قرايه لو توصل؟ لا. ليه؟ لان الفولتميتر بيقيس بوتنشال ديفرنس، فانا معايا رقم واحده ومش معايا الثانيه، فبالتالي الفولتميتر مش هيقرا حاجه. يبقى شرط اساسي عشان الفولتميتر يقرا يكون بوتنشال الزنك عندي وبوتنشال الكبر عندي. لقطت كده الفكره؟ طب سؤال تاني، لو انا سي مثلا عامل لك فولتميتر زي كده، واخد بالك، وموصله بنص بطاريه مش ببطاريه كامله زي كده، وعايز اقيس بوتنشال اكس، يعني انا موصل الفولتميتر بنص بطاريه بس زي ما انت شايف، وعايز اقيس البوتنشال بتاع اكس، هل الفولتميتر يقدر يقيس البوتنشال بتاع سنجل الكترود؟ مش انا علمتك المربع ده اسمه الكترود؟ هل ينفع الفولتميتر يقيس البوتنشال بتاعت اكس لوحدها؟ لا. ليه؟ لان الفولتميتر بيقيس ايه يا رجاله؟ بوتنشال ديفرنس. يبقى ولا الفولتميتر ينفع يقيس البوتنشال بتاع الكترود قاعد لوحده، وكمان الفولتميتر ما ينفعش يقيس البوتنشال بتاع يقيس البوتنشال ديفرنس طول ما انا عندي بوتنشال واحد بس اللي معروف. لازم يكون عندي تو بوتنشالز معروفين عشان اقيس البوتنشال ديفرنس. طب نعمل ايه؟ بص يا معلم، لو انا عندي الاكس عايز اقيس البوتنشال بتاعها، اعمل ايه؟ ركز كده معايا في اللي انا عايز اوصله لك. او سي مثلا هنا عايز اقيس البوتنشال ديفرنس، نعمل ايه يا شباب؟ خليكم معايا في اللي انا عايز اقوله دلوقتي انا عايز بس ايه، اشطب لكم على الرسمه دي ملهاش لازمه ونشتغل على الثانيه. بص انا مليتك معلومه عشان برضه تفضل مكتوبه جنبك، ان الهيدروجين الاو بي بتاعته ايكوال زيرو، فالار بي هي كمان ايكوال ايه؟ زيرو. طب انا دلوقتي يا معلم عندي جهاز فولتميتر متوصل باكس وانا عايز اقيس بوتنشال الاكس، وانت قلت له يا مستر ان الفولتميتر ما بيقيس البوتنشال بتاع سنجل الكترون، اعمل ايه؟ شغل مخك، اعمل ايه؟ ركز، الهيدروجين الاو بي والار بي بتاعه بزيرو. قال لك بص يا مستر انا شايف ان انت تعمل نص بطاريه تاني من الهيدروجين. شفت الواد وذكائه؟ ما شاء الله. قال لك هتجيب نص بطاريه تاني من الهيدروجين. طب وش معنى الهيدروجين يا معلم؟ قال لك يا مستر ببساطه الهيدروجين ده بصفر والرقم ده انا مش عارفه، فلو فولتميتر مثلا طلع قرايه بوزيتيف 4، الرقم بتاع البوزيتيف 4 ده هل يخص الهيدروجين ولا يخص الماده الثانيه؟ يخص اكس، فتبقى اكس ايكوال كام البوتنشال بتاعها؟ بوزيتيف 4. طب الرقم طلع بنيجاتيف 4، الرقم ده برضه هيبقى بتاع مين؟ بتاع اكس، فاكس ايكوال بوزيتيف 4 اور نيجاتيف 4. ليه الواد اختار الهيدروجين يا رجاله؟ شغل دماغك، لان الهيدروجين ده بكام؟ بزيرو، فالفولتميتر بيقيس البوتنشال ديفرنس، يعني 0 ماينس او 0 بلس، فسواء كانت 0 ماينس 4 هتطلع بكام؟ نيجاتيف 4. طب 0 بلس 4 هتطلع بكام؟ بوزيتيف 4. فسواء كده او كده الرقم اللي طالع هل هيخص الهيدروجين ولا هيبقى بتاع الاكس؟ هيبقى بتاع الاكس. مالكش انت بقى فيه بوزيتيف ولا نيجاتيف، المهم الرقم عندي وانا هشخص لك الرقم ده. يبقى انت لو عايز تقيس البوتنشال بتاع اي ماده لوحدها تجري توصلها بمين؟ بالهيدروجين، لان الهيدروجين يمتاز ان الاو بي والار بي بتاعه بكام؟ بزيرو، او البوتنشال بتاعته بزيرو. فقوم لما الفولتميتر يجي يقرا الفرق 0 ماينس اي حاجه بالحاجه دي، طب 0 بلس اي حاجه برضه بالحاجه دي، فكده كده الرقم اللي هيطلع سواء بوزيتيف او نيجاتيف هيبقى هو نفس الرقم، وهيبقى بتاع مين؟ بتاع اكس، لان الهيدروجين بزيرو. فسي مثلا بقول لك الرقم اللي طلع قلت لك مثلا 0 ماينس 4 ايكوال
نيجاتيف 4. طب 0 بلس 4 ايكوال بوزيتيف 4. نفس الرقم ولا مش نفس الرقم؟ نفس الرقم. طب والارقام اللي طلعت هل تخص الهيدروجين؟ لا، كده كده الهيدروجين انا عارف ان هو بزيرو. اما الرقم ده يخص مين؟ الانون الاكس. يبقى انا كده جبت رقم اكس ولا ما جبتوش؟ جبته. بس في عندي مشكله صغيره هتتحل قدام. هو الرقم اللي انا طلعته ده بالنسبه لاكس او بي ولا ار بي؟ لا انا لسه ما حددتلكش. انا بقول لك الرقم اللي طلع ده بوتنشال الاكس. لما ابقى اجي انا بقى اقول لك او بي ولا ار بي هنشوفه مع بعض دلوقتي. فالرقم يا هيطلع بوزيتيف 4 يا هيطلع نيجاتيف 4. فهمتوا كده الفكره؟ يبقى انا لو عايز اقيس البوتنشال بتاع اي ماده لوحدها اجري اوصلها بمين؟ بالهيدروجين، لان الهيدروجين يمتاز بان الاو بي والار بي بتوعه بزيرو. فالفولتميتر لما يجي يقيس البوتنشال ديفرنس هيبقى 0 ماينس حاجه او 0 بلس حاجه. في الحالتين الحاجه اللي طالعه او الرقم اللي طالع يبقى رقم مين؟ اكس. هيبقى رقم اكس يا شباب. طيب خلينا متفقين مع بعضينا في الفكره دي ان الرقم اللي طالع ده بوتنشال الاكس انا لسه ما حددتش ده او بي ولا ار بي. طب هتحدد ازاي يا مستر امير؟ هحدد لك عن طريق بعض الافكار من الاسئله هنشوفها دلوقتي مع بعضينا في البي دي اف. المهم كده يا شباب ناخد بالنا ان احنا هنوصل بالهيدروجين لان الهيدروجين ده بيمتاز ان الاو بي والار بي بتوعه بايه؟ بزيرو. نرجع للبي دي اف بتاعنا تاني ونشوف الكلام على ايه. بصوا يا رجاله، بقول لسعادتك ايه هي الاو بي؟ الاو بي هي التندنسي اوف اليمنت تو لوز الكترون، هي قدره الماده على خساره الالكترونات. ار بي هي قدره الماده على مكسب الالكترونات. مش عايز بقى اطول، بقول لك ان الاليمنت اللي عندها الاو بي بالبوزيتيف ده معناه ان هي بتحب الاكسيديشن. طب ولما تحب الاكسيديشن تبقى هي ايزلي اوكسيدايزد، ولما تبقى ايزلي اوكسيدايزد بتحب الاكسيديشن تبقى سترونج ريديوسنج ايجنت. هنا المواد اللي عندها البوزيتيف ار بي تبقى ايزلي ريديوسد فتبقى سترونج. لو انت ايزلي ريديوسد بتحب الريدكشن فتبقى اوكسيدايزنج ايجنت قوي قوي. لو انت بتحب الريدكشن تبقى اوكسيدايزنج ايجنت قوي. طيب بيقول لسعادتك ان الفولتميتر لما بيقيس الابسوليوت بوتنشال يعني مش بيقدر يقيس البوتنشال بتاع ماده لوحدها، لان هو بيقدر يقيس البوتنشال ديفرنس. هو بيقيس البوتنشال ديفرنس لكن بيقيس البوتنشال بتاع حاجه لوحدها. طب هو الكلام كان لذيذ في الاول ان انت لو انت عندك اي ماده زي اكس عايز تقيس البوتنشال بتاعها، الواد قال لك روح وصلها بهيدروجين. ايوه بس انت ما خدتش بالك ان الهيدروجين ده جاز. وانا قلت لك عشان اعمل جالفانيك سيل لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب الاتوم دايب في الايون بتاعته، لازم ان الاتوم يكون دايب في الايون. طب ده الهيدروجين ده جاز، ازاي هجيب جاز اثبته وادوبه في الايون بتاعته؟ هنشوف الكلام ده مع بعضينا في الحته اللي جايه دي دلوقتي. بصوا يا شباب، بيقول لي سعادتك هنا ايه؟ الساينتست عملوا لنا حاجه اسمها ستاندرد هيدروجين الكترود. مش عايز بس اضيع عليك وقت، ده المنظر بتاعنا. دي بتبقى بيكر، البيكر دي بنجيب او بندوب جواها هيدروكلوريك اسيد. بندوب جواها ايه؟ هيدروكلوريك اسيد اللي هي الاتش سي ال. ليه؟ لان الاتش سي ال ببساطه انت خدت في شابتر 3 ان هي سترونج اسيد، فلو دابت جوه الميه هتتكسر 100%. الاتش بوزيتيف دي اللي انا عايزها، والسي ال ايه؟ نيجاتيف. فاصبح كده انا جوه السوليوشن عندي ايه؟ عندي اتش بوزيتيف. خدت لي بالك؟ جت منين؟ من الاتش سي ال. خلاص يا مستر تمام فهمنا دي. تعالى لي بقى هنا المنظر ده كانك جايب كوبايه بس الفتحه بتاعتها من تحت، يعني كوبايه مقلوبه تمام؟ والكوبايه دي عامل فيها زي خرم كده من الجنب، هتدخل منه الهيدروجين جاز. هتدخل منه الهيدروجين ايه؟ جاز. شرط اساسي الجاز اللي هيخش لازم يكون البريشر بتاعه ب 1 اتموسفير. البريشر بتاعه بكام؟ 1 اتموسفير. فالهيدروجين جاز هيخش هنا ب 1 اتموسفير. طب ما هو الجاز لو دخل هيطير لتحت ينزل على الميه يعمل بابلز. انا بقى عايز اثبته، مش عايزه ينزل على الميه، انا عايز اثبته على حاجه. قال لك هات قطعه من البلاتينم. الرسمه اللي بالرمادي دي، الحته اللي بالرمادي دي قطعه بلاتين. قال لك هات قطعه من البلاتين واعمل لها كفرنج، غطيها بطبقه من البلاك سبونجي. طبقه من البلاك ايه؟ سبونجي. ما هو البلاك سبونجي؟ اسفنج اسود. الاسفنج الاسود ده يمتاز بانه عنده قدره عاليه على امتصاص الهيدروجين جاز. قدره عاليه على امتصاص الايه؟ الهيدروجين جاز. الهيدروجين جاز وهو داخل اللي هو البريشر بتاعه 1 اتموسفير، اول لما يخش يشوف البلاك سبونجي يقوم البلاك سبونجي ممتصه، عامله زي الاسفنجه كده لما بتشرب الميه وتيجي تدوس عليها تقوم منزل الميه، فاهم كلها. هنا بقى البلاك سبونجي ده بيشرب الجاز، بيشفط الجازز، بيمتص الجازز. فاصبح ان البلاتينم اللي عليه طبقه بلاك سبونجي ده ممتص الغاز كله عليه، فالغاز ثابت عليه. طب والليله دي كلها متغطسه جوه ايه؟ هيدروجين اين. يبقى ايه اللي على البلاتينم شيت؟ هيدروجين جاز اللي هو رمزه H2. يبقى انا كده حققت الشرط ولا ما حققتش الشرط؟ حققت الشرط، جبت الهيدروجين اتوم جوه الهيدروجين اين. خدت لي بالك؟ هيدروجين اتوم جوه الهيدروجين اين. طب ازاي الغاز ثابت هنا؟ لان البلاك سبونج عنده قدره عاليه على امتصاص الهيدروجين جاز. ماشي يا شباب؟ وهنا بقى بيوريك المنظر ان الاتوم دايب جوه الاين. فانا كده قدرت ان انا اعمل لك هاف سيل، نص بطاريه مكون من الهيدروجين، ووريتك بيتعمل ازاي. طب ركز معايا في حاجتين مهمين. لازما اول شرط الهيدروجين جاز يكون ببريشر 1 اتموسفير. تاني شرط الاتش سي ال اللي انت جايبه لازم يكون كونسنتريشن 1 مولر. يبقى انا عندي كام شرطين؟ شرطين. اول شرط هيدروجين جاز 1 اتموسفيريك بريشر. تاني شرط هيدروكلوريك اسيد كونسنتريشن بتاعه يبقى 1 مول بالليتر. ايوه الشرطين دول ليه؟ علشان تحافظ على الاو بي والار بي بتوع الهيدروجين بزيرو. لازم عشان الاو بي والار بي بتوع الهيدروجين يكونوا بزيرو، البريشر يكون ب 1 اتموسفير والكونسنتريشن ب 1 مول بالليتر.
ساعتها يبقى الهيدروجين بتاعك مش عادي، يبقى ستاندرد، مقاساته ستاندرد، فيسموه ستاندرد هيدروجين الكترود. يعني ايه ستاندرد هيدروجين الكترود؟ هو الهيدروجين اللي بيمتاز بان الاو بي والار بي بتوعه بزيرو لما البريشر بتاع الهيدروجين جاز يكون 1 اتموسفيريك بريشر والكونسنتريشن بتاع الاتش سي ال يكون 1 مول بير لتر. ساعتها يبقى اسمه شي اللي هو الستاندرد هيدروجين الكترود. طبعا ده يشتغل انود او كاثود. ليه؟ لان الهيدروجين الاو بي والار بي بزيرو، فهو ولا بيحب ده ولا بيحب، هو غير منحاز لحد. هو مطرح ما هتحطه مع الماده هيشتغل. لو انت حطيته مع ماده بتحب الاكسيديشن هو يعمل معاها ريدكشن، حطيته مع ماده بتحب الريدكشن هو يعمل معاها اوكسيديشن. هو راجل غير منحاز لحاجه لان هو كده بزيرو. فبالتالي جيت هنا اوريك لما الهيدروجين بيشتغل انود. بص بيتحول من اتوم لاين، من باور 0 لباور بوزيتيف 1. طالما البوزيتيف زاد يبقى هو نزل داب، الهيدروجين جاز نزل داب وحصل له اوكسيديشن وبيخسر كام الكترونيه؟ 2، لان دي 2 في بوزيتيف فتبقى 2 بوزيتيف هتخسر 2 نيجاتيف. فهنا هو انود. طبعا بقول لك هنا هيدروجين اتوم متحول هيدروجين اين، 1 اتموسفيريك بريشر اللي هو البريشر بتاع الهيدروجين جاز، 1 مولر اللي هو التركيز بتاعه، والبي تي اللي هي اختصار بلاتينم شيت. الناحيه الثانيه ده الهيدروجين يا معلم هو شغال كاثود، يعني بيكسب الكترون، فبيتحول من بوزيتيف الى باور 0، من هيدروجين اين الى هيدروجين جاز، واخد لي بالك، وبيترسب او يعني اللي هو بيعمل له ايفولف كجاز. فده الهيدروجين هو انود وده الهيدروجين هو كاثود. طب لو نزلنا مع بعضينا دي مساله، بص كده انا هنا عامل ايه في المساله دي؟ انا موصل مين بمين؟ موصل الزنك، موصل البطاريه نصها معمول من الزنك مع النص الثاني من الهيدروجين والنص الثاني من الايه؟ من الهيدروجين. لما تشوف منظر الشيء اللي هو الستاندرد هيدروجين الكترود، انا هنا هدفي مش توصيل كهرباء. لما تشوف منظر الستاندرد هيدروجين الكترود انا هدفي مش توصيل كهرباء. امال انت هدفك ايه يا مستر امير؟ انا هدفي قياس بوتنشال. هدفي ايه يا معلم؟ قياس بوتنشال. ايوه قياس بوتنشال مين؟ قياس بوتنشال الزنك. قياس بوتنشال الايه؟ الزنك اللي هي الماده الثانيه اللي متوصله معاه. فانا هنا موصل ده بده عشان اقيس بوتنشال الزنك. لو خدت بالك الرقم اللي طلع بتاع الفولتميتر بكام؟ بوزيتيف 0.76. الرقم ده يخص الهيدروجين ولا يخص الزنك؟ قال لك ده يخص الزنك. يبقى الرقم ده بوتنشال الزنك. بوتنشال الايه يا رجاله؟ الزنك. ايوه. طب الرقم ده بقى مستر امير بالنسبه للزنك او بي ولا ار بي؟ هنشوف بقى مع بعضينا دلوقتي. يبقى لما تشوف منظر ال H2 مع ال HCl اللي هو الشي، تاكد ان انا هدفي ليس توصيل كهرباء، انا هدفي قياس بوتنشال الماده الثانيه اللي معاه اللي هي ماده الزنك. طب الرقم طلع بكام؟ 0.76. فانا اوتوماتيك ترجمت ان الرقم ده هو رقم الزنك، لان انا عارف ان الهيدروجين بزيرو. دي كده كاني بقول لك 0 بلس 0.76 فهتطلع ب 0.76. طيب اعرف منين الرقم ده بالنسبه للزنك او بي ولا ار بي؟ لازم يديك معلومه. المعلومه موجوده في اول سطر، بيقول لك زنك از مور اكتف ذان هيدروجين. زنك از مور اكتف ذان هيدروجين. يبقى الزنك هيشتغل ايه يا معلم؟ انود. هو اللي قال لي. وطالما اشتغل انود يبقى هيحصل له دايما ايه؟ اوكسيديشن، لان انا علمتك دايما عند الانود يحصل اوكسيديشن. فطالما الزنك هو المور اكتف يبقى الزنك هو الانود هو اللي هيحصل له اوكسيديشن. طب والزنك لما يحصل له اوكسيديشن كده الزنك هيكون بيحب الاوكسيديشن، الزنك هيكون بيحب الايه؟ الاوكسيديشن. طب والزنك لما يحب الاوكسيديشن تبقى الاو بي بتاعته بوزيتيف ولا مش بوزيتيف؟ بوزيتيف. فيبقى الرقم ده يخص الرقم ده طلع بالبوزيتيف، فيبقى الرقم ده يخص مين؟ يخص الاو بي. خدت لي بالك؟ طب كده يبقى الار بي بكام يا مستر امير؟ نفس الرقم بس بالنيجاتيف. طب سؤالي معلش يا مستر، الرقم ده طلع بالبوزيتيف، انت عرفت منين ان هو الاو بي؟ عرفت من لما قال لي ان الزنك بيحب الاكسيديشن، الزنك هو المور اكتف. فلما قال لي الزنك هو المور اكتف قلت طالما الزنك هو المور اكتف يبقى هو الانود، هو اللي هيعمل اوكسيديشن، يبقى الزنك بيحب الاكسيديشن. وطالما الزنك بيحب الاكسيديشن فهتبقى الاو بي بتاعته بالبوزيتيف. مش انا قلت لك الحاجه اللي انا بحبها بتاخد البوزيتيف فاليو؟ طب ما الرقم ده بوزيتيف يبقى الرقم ده بتاع الاو بي. ليه؟ عشان الزنك هو المور اكتف فهو اللي بيحب الاكسيديشن. طب يبقى الار بي بكام؟ بالنيجاتيف. انا هنا الرقم اللي طلع ده انا شخصته لثلاث حاجات، خدت بالك؟ الرقم اللي طلع ده هو قرايه الفولتميتر، وهو الاو بي بتاع الزنك، وهو بالنيجاتيف ار بي الزنك. لقطت لي انت كده الفكره. طب بص بقى الزنك، هنا الزنك هيحصل له اوكسيديشن فيتحول من اتوم الى اي، من 0 لباور بوزيتيف 2. هنا الهيدروجين هيحصل له ريدكشن فيتحول من بوزيتيف الى باور 0. وده الايه؟ السيل دياجرام، ودي القصه كلها. مثل تاني اهو يا شباب، طلع لي هنا برضو الرقم بكام؟ تعال نقربه 0.337، تعال نقول ان هو 0.34 فولت. خدت لي بالك؟ الرقم ده هيبقى رقم مين يا رجاله؟ الهيدروجين ولا الكبر؟ الكبر يا مستر، ما انا قلت لك طالما شفت الهيدروجين يبقى انا هدفي قياس بوتنشال الماده الثانيه اللي هي ماده مين؟ الكبر. طب الرقم ده بالنسبه للكبر او بي ولا ار بي؟ هنشوف. بيقول لك ان الهيدروجين از مور اكتف ذان كبر، يعني الهيدروجين هو الانود، فالكبر كده يبقى ايه يا معلم؟ كده يا مستر الكبر يبقى كاثود، ويبقى بيحب الايه كاثود؟ بيحب الريدكشن. طب الرقم اللي طلع ده بوزيتيف ولا مش بوزيتيف؟ ده رقم بوزيتيف. والكبر بيحب الريدكشن ولا مش بيحب الريدكشن؟ بيحب الريدكشن. طب طالما الكبر بيحب الريدكشن يبقى الار بي بتاعته هتبقى بالبوزيتيف، والرقم ده بالبوزيتيف، يبقى الرقم ده
يخص مين يا رجاله؟ يخص الار بي، يخص الايه؟ الار بي. طب كده الاو بي بتاعته تبقى بكام؟ نفس الرقم بس بالنيجاتيف، نفس الرقم بس بالايه؟ بالنيجاتيف. ده كده خلاصه الكلام. يبقى الرقم ده طالما بالبوزيتيف يبقى يخص الار بي. عرفت منين انه يخص الار بي؟ لانه قال لي ان الكبر كسود فبتحب الريدكشن، وطالما بتحب الريدكشن يبقى الار بي بالبوزيتيف، فبالتالي قلت ان الرقم البوزيتيف ده يخص الار بي، فهو بالنيجاتيف يبقى بتاع الاو بي. اظن انا كده فهمتك تركات الاسئله او الاشكال هتيجي ازاي. هيعرفك الرقم ده سواء او بي ولا ار بي عن طريق ايه. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر امير. طيب نكمل مع بعضينا. بقول لي سعادتك ايه؟ هو في المساله اللي فوق دي اللي هي اول واحده انا حليتها، الرقم اللي طلع ده كان بالنسبه للزنك عباره عن او بي، ده كان او بي للزنك، صح كده ولا غلطان؟ هو الهيدروجين ده اللي انا بقيس بيه اللي انا بستخدمه ده رقم ده ستاندرد ولا مش ستاندرد؟ ستاندرد. قال لك طالما الهيدروجين اللي انت بتستخدمه ده ستاندرد فبالتالي الرقم اللي هيطلع هيبقى هو بالنسبه للزنك ستاندرد. يعني الاو بي اللي طالعه دي اللي انت حسبتها دي مش او بي عاديه، لا دي او بي ستاندرد، يعني ثابته، يعني هشتغل بيها في اي مكان. فهمت انت الفكره؟ فطالما استخدمت الهيدروجين لقياس الاو بي يبقى الاو بي ده ستاندرد، يبقى الاو بي ده ايه؟ ستاندرد. طب سؤالي، اسالك سؤال، لو الماده اللي انا بقيس البوتنشال بتاعها كانت لو الرقم اللي انا قسته للماده سوري كان او بي، يبقى الماده الانون دي بتشتغل ايه؟ تشتغل انود، وساعتها الهيدروجين يشتغل ايه؟ كاثود. تاني لو الرقم اللي طلع اللي انا طلعته ده كان بالنسبه للماده الانون اللي هي الزنك او بي، كان بالنسبه لها ايه؟ او بي، يبقى الماده الانون اللي هي الزنك طالما الرقم ده بالنسبه لها او بي يبقى هي كانت ايه؟ انود. خدت لي بالك؟ طيب والهيدروجين يبقى ايه؟ كاثود. فهمت انت كده الفكره؟ تمام يا مستر. طيب وده الاو بي ده عادي ولا ستاندرد؟ ستاندرد. طب لو الرقم اللي طلع اللي انا قسته وطلع ده كان بالنسبه للماده ار بي، كان بالنسبه للماده ايه؟ ار بي، زي المثل ده، يبقى الماده الانون طالما الرقم ده بالنسبه لها ار بي يبقى الماده الانون كانت كاثود. الماده الانون كانت ايه؟ كاثود. اهو الكبر كاثود، والهيدروجين ساعتها يبقى انود. طب والار بي اللي انا قسته ده قسته باستخدام الهيدروجين صح؟ يبقى ده ار بي عادي ولا ستاندرد؟ ستاندرد. يبقى خلينا متفقين الرقم اللي انا قسته ده لو كان بالنسبه للماده او بي يبقى الماده دي بتشتغل انود، والهيدروجين ساعتها يبقى كاثود. الهيدروجين العكس على طول. طب لو الرقم اللي انا قسته ده كان بالنسبه للماده ار بي يبقى الماده دي بتشتغل كاثود، والهيدروجين وقتها اوتوماتيك يبقى ايه يا رجاله؟ انود. فهمتوا كده القصه؟ دي المقارنه اللي هو عاملها هنا. هنا بيقول لي سعادتك ستاندرد او بي، يبقى معنى ان القرايه اللي انت طلعتها ستاندرد او بي يبقى الانون هاف سيل كان هو الانود والهيدروجين هو الكاثود. طيب لو انت الرقم اللي انت قسته ده كان ستاندرد ار بي يبقى الماده الانون كان الكاثود والهيدروجين هو الايه؟ الانود. ركز معايا، انا هنا اشتغلت حاجتين. الهيدروجين يا رجاله خليني كده ادري لك ايدي، الهيدروجين لما اشتغل مع الزنك كان الزنك هو الانود والهيدروجين هو الايه؟ الكاثود. طب اعكس الكلام، لما الهيدروجين اتوصل مع الكبر بس كان الهيدروجين هو الايه يا معلم؟ كان الهيدروجين هو الانود والكبر هو الكاثود. يعني الهيدروجين اشتغل مرتين، مره كاثود بالنسبه للزنك ومره انود بالنسبه للكبر. صح كده ولا غلطان؟ صح يا مستر امير. طب هو ده عايز يدل على ايه؟ طبعا انا لو جيت قارنت لك المواد دي كانت ارقام الاو بي صح؟ الزنك كان الاو بي بتاعته بوزيتيف 0.76، كده الهيدروجين الاو بي بتاعته بزيرو، تمام؟ والكبر الاو بي بتاعته بالنيجاتيف. لحد كده في حاجه صعبه؟ اللي انا عايز اوصله ان الماده اللي عندها او بي اعلى تشتغل انود، والماده اللي عندها او بي اقل تشتغل ايه؟ كاثود. فلما كانت هيدروجين وزنك بس، الزنك عنده او بي اعلى فهو اللي اشتغل انود والهيدروجين اشتغل كاثود. طب اعكس الكلام، لما كانت يا معلم هيدروجين وكبر، الهيدروجين كان هو اللي عنده او بي اعلى بزيرو والكبر كان الاو بي بتاعه بالنيجاتيف، فكان وقتها الهيدروجين هو الانود والكبر هو الايه؟ الكاثود. ايه ده يا مستر؟ يعني انت بترتب المواد مين الانود ومين الكاثود على حسب الاو بي؟ قال لك اه. قال لك طب ما الجدول الصغير اللي احنا عاملينه ما بين ثلاث مواد ده ما تيجي نكبره ونعمله ما بين مواد كتيره ويبقى اسمه اي ام اس، الكترو موتيف سيريس. الكترو ايه يا شباب؟ موتيف سيريس، وهو ترتيب المواد على حسب الاو بي. ومن المواد دي او من الترتيب ده الماده اللي عندها او بي عالي دايما تبقى الانود، والماده اللي عندها او بي اقل دايما تبقى الايه؟ الكاثود. فعملوا نفس الفكره دي بس على كبير في جدول اسمه الاي ام اس، وهو الجدول ده. ومين الماده اللي بتزين الجدول؟ اللي هي ماده الهيدروجين، لان هي بتمتاز ان هي عندها الاو بي والار بي بزيرو. فهمتوا كده القصه؟ يبقى احنا كده بنعرف الماده انود ولا كاثود عن طريق الايه؟ الاو بي بتاعها. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ الماده اللي عندها او بي عالي انود ويحصل لها اوكسيديشن، والماده اللي عندها او بي قليل كاثود ويحصل لها ريدكشن. فالساينتست فضلوا يقيسوا البوتنشال بتاع كل ماده. طب انا اقدر ازاي اقيس البوتنشال بتاع اي ماده؟ عن طريق ان انا اوصلها بالهيدروجين. فجابوا كل ماده وصلوها بالهيدروجين وجابوا البوتنشال بتاعها تمام، وسجلوا الارقام دي كلها في الجدول بتاع الاي ام اس. ارقام الاو بي، طب هي ارقام الاو بي هي ارقام الار بي. فهمت انت الفكره؟ فمفيش فيها اي حاجه. بص الماده دي الاو بي بتاعها بكذا والار بي بنفس الرقم بس بالنيجاتيف. هنا نفس الكلام، الاو بي بكذا والار بي بنفس الرقم بس بالنيجاتيف. وفضلوا يسجلوا الارقام دي كلها وحطوها في جدول الاي ام اس اللي هو الالكتروموتيف سيريس يا شباب. وشافوا كل المواد دي. وما انا لما اجي ابص
هعرف مين الماده اللي عندها او بي اعلى من الماده الثانيه. فهمتوا الفكره؟ دلوقتي طبعا هخش اشرح لكم بالتفصيل الجدول ده ماشي ازاي، وهخليكم تسمعوا كل الافكار اللي فيها يا شباب. نكمل مع بعضينا. طيب بصوا يا شباب، هنا بقى ده الجدول بتاع الالكتروموتيف سيريز. لو ركزت معايا الجدول ده جايب لك كل المواد وفي النص متزين بالهيدروجين، لان الهيدروجين بيمتاز ان الاو بي والار بي بتوعه بزيرو. فتعالى نعمل 4 ديفينيشنز مختلفين للجدول ده. هنا الخانه دي مكتوب لك ستاندرد او بي، والخانه دي مكتوب لك ستاندرد ار بي. ركز معايا في الستاندرد او بي الاول. ايه لك لو قلت لك ان ده ترتيب المواد، ده عباره عن الجدول ده عباره عن ترتيب المواد من الكبير للصغير على اساس البوزيتيف او بي. مظبوط. ايه رايك لو قلت لك ان الجدول ده برضو عباره عن ترتيب المواد بس من الصغير للكبير على اساس مين؟ النيجاتيف او بي. تمام، ادي كده ده تاني ديفينيشن. تالت ديفينيشن، ايه رايك لو قلت ساعتك ان ده ترتيب المواد من الكبير للصغير على اساس النيجاتيف ار بي. رقم 4، ايه رايك لو قلت لك ان ده ترتيب المواد من الصغير للكبير على اساس البوزيتيف ار بي. فهمت كده الفور ديفينيشنز؟ تمام يا مستر، انا فهمتهم. انا بقى عايز اخلص لك الحوارات دي كلها. بص يا معلم من الاخر كده، اي ماده فوق الاتش الاو بي بتاعها بالبوزيتيف، واي ماده تحت الاتش الاو بي بتاعها بالنيجاتيف. يبقى اي ماده فوق الاتش الاو بي بالايه؟ بالبوزيتيف، واي ماده تحت الاتش الاو بي بالنيجاتيف. اعكس، اي ماده فوق الاتش الار بي بالنيجاتيف، فاوتوماتيك اي ماده تحت الاتش الار بي بالبوزيتيف، الار بي بالايه؟ بالبوزيتيف. فعملت لك الرسمه دي اختصارا للكلام. اكتب لي بس عند الرسمه دي ان ده او بي وان ده ار بي. يبقى كده بالنسبه للهيدروجين، اي ماده فوق الهيدروجين الاو بي بالبوزيتيف، اي ماده تحت الهيدروجين الاو بي بالنيجاتيف. الناحيه الثانيه اي ماده فوق الهيدروجين الار بي هو اللي بالنيجاتيف وتحت الار بي هو اللي بالبوزيتيف. ده كان كده خلاصه الكلام. طيب خلينا بقى متفقين على الرسمه دي وثابتين عليها. هو لو اي ماده فوق الاتش الاو بي بتاعها بالبوزيتيف، الاو بي بتاعها بالبوزيتيف، اكتبها لك برضه عشان ما تنساش. وده هنا الار بي. فانت قلت لي يا مستر امير ان اي ماده فوق الاتش الاو بي بالبوزيتيف، معنى ان الاو بي بالبوزيتيف يبقى انا بحب اعمل، سمع ورايا عشان مش هجيبها، يبقى انا بحب اعمل ايه؟ اوكسيديشن. طب وانا لما احب اعمل اوكسيديشن ابقى اوكسيدايزنج ايجنت ولا ريديوسنج ايجنت؟ ابقى ريديوسنج ايجنت. فاي ماده فوق الاتش تحب تعمل اوكسيديشن وبتبقى ريديوسنج ايجنت، وبالتالي بتشتغل انود وبيحصل لها اوكسيديشن. تعالى لي بقى لاي ماده تحت الاتش هيبقى عندها الاو بي بالنيجاتيف، فيبقى الار بي هو اللي بالايه يا معلم؟ بالبوزيتيف. طب لما يبقى الار بي بالبوزيتيف، اي ماده تحت الاتش الار بي بالبوزيتيف، يبقى هي بتحب تعمل ايه؟ يبقى هي بتحب تعمل ريدكشن، فتبقى اوكسيدايزنج ايجنت. لقطت كده القصه؟ وتقريبا تشتغل كسود ويحصل لها ريدكشن. فاي حاجه صعبه كده في اللي انا قلته. يبقى اي ماده فوق الاتش الاو بي بالبوزيتيف وبتبقى ريديوسنج ايجنت، اي ماده تحت الاتش الار بي هو اللي بالبوزيتيف وبتبقى اوكسيدايزنج ايجنت. طب ده بالنسبه للكلام اللي انا بقوله ده يا شباب. هرسيكوا بس على حاجه، الجدول ده برضو ليه اسم تاني غير الالكتروموتيف سيريز، بنسميه الكتروكيميكال سيريز. بنسميه ايه؟ الكتروكيميكال سيريز. الكتروكيميكال دي لو قسمتها نصين كده هتلاقي ان هي عباره عن الكتريكال بروبرتيز وكيميكال بروبرتيز. اللي انا قلته من شويه ده هو الالكتريكال بروبرتيز اللي انا قعدت اسمعه دلوقتي، ده الالكتريكال بروبرتيز. كمان دقيقه بالظبط هتلاقيني باخد معاك الكيميكال بروبرتيز. كل ده انا بسمعه وانا قاعد على الجدول ده او فاتح الصفحه بتاعت الجدول قدامي. يبقى انا لو فاتح الصفحه، اي ماده فوق الاتش مستر امير قال ان عندها الاو بي بالبوزيتيف فتبقى بتحب الاكسيديشن، فبالتالي تبقى ريديوسنج ايجنت، فبنسبه كبيره بتشتغل انود. اي ماده تحت الاتش عندها الار بي هو اللي بالبوزيتيف فتبقى بتحب الريدكشن فتبقى اوكسيدايزنج ايجنت. طب يا معلم، هو انا لو عايز اعمل بطاريه وبقول لك تعالى لي على الجدول ده اختار لي مادتين، هل لازم اختار ماده من فوق الاتش وماده من تحت الاتش، ولا اي مادتين والسلام؟ اي مادتين والسلام. ليه؟ لو انا اخترت اي مادتين والسلام، زي مثلا اول مادتين اللي هي ال اي والكي، ال اي دي ليها رقم والكي دي ليها رقم، دايما الماده اللي فوق مين اللي عندها او بي اعلى؟ ال اي عندها او بي اعلى من الكي. دايما الماده اللي عندها او بي اعلى هي اللي تشتغل انود، والماده اللي عندها او بي اقل تشتغل كاثود. يبقى انا لو عايز اعمل بطاريه اختار اي مادتين مختلفين، اختار اي مادتين ايه؟ مختلفين عن بعض، ودايما الماده اللي فوق انود والماده اللي تحت كاثود، ان شاء الله حتى يكونوا يا اخي تحت بعض. فهمنا كده الشروط؟ يبقى احنا عشان نعمل اي جالفانيك سيل لازم نختار اي مادتين مختلفتين، دايما الماده اللي فوق انود والماده اللي تحت كاثود. تمام كده يا شباب؟ تمام يا مستر امير. طيب نتكلم مع بعض في ايه تاني؟ ده كده اللي انا قلته في الحوار ده. طيب لو انا جيت لسعادتك قلت لك من الجدول ده مين اقوى ريديوسنج ايجنت؟ اقوى ريديوسنج ايجنت هو احسن ماده بتعمل اوكسيديشن. طب ومين هنا احسن ماده بتعمل اوكسيديشن؟ اول ماده. يبقى اول ماده هي اقوى ريديوسنج ايجنت واحسن واحده بتعمل اوكسيديشن. طب خلاص، مين اقوى اوكسيدايزنج ايجنت؟ اخر ماده اللي هي الفلوريد. فاخر ماده دي تبقى اقوى اوكسيدايزنج ايجنت واحسن ماده بتعمل ريدكشن. لقطت كده الفكره؟ تمام. طيب وانا نازل يا معلم، وانا نازل مين بيقل؟
وانا نازل الاو بي بتقل وقوه الريديوسنج ايجنت بتقل، صح كده ولا أنا غلطان؟ طيب مين بقى بيزيد؟ الار بي هي اللي بتزيد وانا نازل، عماله هي تزيد من نيجاتيف للبوزيتيف، وقوه الاكسدايزنج ايجنت بتزيد برضه. يبقى وانت نازل حاجتين بيقلوا، او لسه بقى هنشوف مع بعض لسه كام حاجه تاني قدام. ده كده الالكتريكال بروبرتيز اللي انا سمعتها. نيجي بقى للكيميكال بروبرتيز. الكيميكال بروبرتيز بتقول لسعادتك ايه؟ الكيميكال بروبرتيز بتقول لسعادتك لو جبت اي مادتين فوق بعض، الماده اللي فوق تقدر تطرد الماده اللي تحت من السوليوشن بتاعها، من السولت سوليوشن بتاعها. يعني ايه؟ يعني لو انا اخترت مثلا ماده الزنك مع ماده الكبر، خدت لي بالك؟ الزنك مع الكبر، انا لو جبت زنك زائد كبر سلفيت عايز اعمل رياكشن، ده يطلع ايه؟ لازم عشان هنا يطلع رياكشن يا رجاله الزنك يخش على الكبر يطرده ويقعد مكانه، الزنك يخش على الكبر يطرده ويقعد مكانه. طب عشان الزنك يقدر يطرد الكبر ويقعد مكانه لازم الزنك يكون اقوى من الكبر. بعرفها منين؟ من الجدول ده. ايه ده يا مستر؟ هو الجدول ده كده بيعبر عن ايه؟ اللي انا بقوله بقى ده دلوقتي الكيميكال بروبرتي. الكيميكال بروبرتي انا عايز هنا اوصل لك ايه؟ ان المواد اللي عندها الاو بي عالي برضو عندها كيميكال اكتيفيتي عاليه. يبقى كده اول ماده هي اعلى او بي واعلى كيميكال اكتيفيتي. يبقى كده يا معلم الاو بي دايركتلي بروبورشنال مع الكيميكال اكتيفيتي، مع الكيميكال ايه؟ اكتيفيتي. خدت لي بالك؟ كل ما الاو بي زاد الكيميكال اكتيفيتي زادت، يعني الماده كانت قويه، فوانت نازل الاو بي بيقل فكمان الكيميكال اكتيفيتي مالها؟ بتقل. يبقى خلينا متفقين ان الاو بي دايركتلي بروبورشنال مع الكيميكال اكتيفيتي، فبالتالي الماده اللي فوق عندها او بي عالي والماده اللي تحت او بي قليل، يبقى الماده اللي فوق كيميكال اكتيفيتي اعلى من الماده اللي تحت. طيب لو هنا بقى جيت قلت لك يحصل اكشن ولا لا؟ طبعا يحصل رياكشن. الزنك يطرد الكبر ويعمل زنك سلفيت والكبر يطرد ويقعد لوحده. يبقى انت لو جبت اي مادتين الماده اللي فوق تقدر تخش على اللي تحت تطردها وتقعد مكانها، في اي حاجه صعبه، وكل ما بتنزل الكيميكال اكتيفيتي بتقل. طب ايه رايك لو قلت لك لو انا جبت اي ماده فوق الهيدروجين هل تقدر تطرد الهيدروجين من الاسيد وتقعد مكانها؟ اه يا مستر، ما انت قلت يا مستر اي ماده من فوق تقدر تطرد اللي تحت وتقعد مكانها. فانت لو جبت اي ماده من فوق الاتش تقدر تطرد الاتش وتقعد مكانها. يعني لو جبت لسعادتك مثلا كده زنك زائد، هو الاتش دايما بيبقى موجود فين؟ في اسيد، زائد H2SO4. فهنا الزنك جاي مع اسيد، فعشان يحصل رياكشن لازم ان الزنك يدخل على الاتش يطردها ويقعد مكانها. الزنك اهو والاتش اهو، الزنك اعلى من الاتش ولا مش اعلى؟ اعلى. يبقى هيقدر يطردها ولا مش هيقدر؟ هيقدر يطردها ويطلع زنك سلفيت والهيدروجين جاز يبقى لوحده، يحصل له ايفولف. يحصل له ايه يا رجاله؟ ايفولف. يبقى اي ماده من اللي فوق تقدر تطرد اللي تحت وتقعد مكانها، وكل ما المسافه زادت كل ما اللي فوق بقت سهل اكتر انها تطرد اللي تحت وتقعد مكانها. فهمت انت الفكره؟ نفس الكلام، اي ماده من فوق الاتش تقدر تطرد الاتش وتقعد مكانها، وكل ما المسافه زادت كل ما بقى سهل ان هي تطرد اللي تحت وتقعد مكانها. دي كده كانت الكيميكال بروبرتيز. يبقى وانا نازل عندي كام حاجه بتقل؟ 3 حاجات. اول حاجه الاو بي بتقل، تاني حاجه الكيميكال اكتيفيتي بتقل لان هي بتزيد بزياده الاو بي، تالت حاجه قوه الريديوسنج ايجنت بتقل. طب مين بقى اللي بيزيد؟ قوه الاكسدايزنج ايجنت، وايه تاني؟ والار بي. والايه يا شباب؟ والار بي. لحد كده في اي حاجه صعبه؟ لا يا مستر تمام. فكل اللي انا شرحته ده كان عباره عن الكتريكال بروبرتيز وكيميكال بروبرتيز. طيب هنا ده يا معلم ابلكيشن بيقول لسعادتك ايه؟ لو انا عندي دلوقتي فيزل تحتوي جواها على اي جي ان او 3 دايبه، فيزل عايز انقل جواها اي جي ان او 3، بس الفيزل دي معموله من ماده الكبر، يعني ده فيزل مصنوع من ماده الكبر وهخزن جواه اي جي ان او 3، يصلح ولا ما يصلحش؟ لو جينا بصينا في الجدول ورا، ارجع لي كده في ملزمتك هتلاقي ان الكبر جاي فوق الاي جي. طيب معنى ان الكبر جاي فوق الاي جي كده الكبر يقدر يطرد الاي جي ويقعد مكانه ولا ما يقدرش؟ يقدر. طب ما هو لما الكبر يدخل يعمل ريبليس للاي جي ويقعد مكانه، الكبر ده هيتحلل ولا مش هيتحلل؟ هيتحلل، لان الكبر الفيزل ماتيريال ذات نفسها قويه، هتخش تطرد الماده اللي جوه، تطردها وتقعد مكانها. طب ما لما الكبر يخش يتفاعل الفيزل ماتيريال اللي هي اللي معموله من الكبر اصلا هتتاكل ولا مش هتتاكل؟ هتتاكل. فبالتالي ما ينفعش الفيزل تكون معموله من الكبر. الله، امال الفيزل مستر نعملها من خامه ايه؟ الفيزل لازم تكون معموله من ماده اضعف من الاي جي، اضعف من الايه؟ من الاي جي، بحيث ان هي ما تقدرش تخش على الاي جي وتقعد مكانها. لقطت انت كده الفكره ماشيه ازاي؟ يبقى دايما الفيزل ماتيريال شود بي ميد اوف ليس اكتيف ميتال، دايما الفيزل ماتيريال نعملها من ماده ضعيفه عشان ما تقدرش تطرد اللي جوه وتقعد مكانها، لان هي لو قدرت على اللي جوه وطردتها وقعدت مكانها هي ذات نفسها هتتحلل، فاللي جوه ده هيتدلق كله لبره. فهمتوا الفكره يا شباب؟
ده كان بالنسبه للابلكيشن اللي هنا. طبعا الجدول ده طبعا خسر لك كل الكلام. اي ماده اباف الاتش بيبقى عندها بوزيتيف او بي، بتبقى ايزلي اوكسيدايزد وبتبقى ديفيكالت تو بي ريديوسد وبتبقى سترونج ريديوسنج ايجنت ومور اكتيف. اي ماده تحت الاتش عندها بوزيتيف ار بي وبتبقى ايز تو بي ريديوسد ديفيكالت تو بي اوكسيدايزد، تبقى سترونج اوكسيدايزنج ايجنت وبتبقى كيميكالي ليس اكتيف. وكل اللي احنا قلناه ده خلصناه واتشرح. طب هنا دي عباره عن مساله زي ما انا حليتها معاكم قبل كده، ترسم رسمه الاتش بتاعتنا. اي ماده فوق الاتش الاو بي بتاعها ببوزيتيف، واي ماده تحت الاتش الاو بي بتاعها بالنيجاتيف. طب وانا مستر بشتغل على الاو بي ولا ار بي؟ على حسب الجيفن. هنا الجيفن او بي فنشتغل على الاو بي، لو الجيفن كان ار بي كنا نشتغل على الار بي. لحد ما نوصل للحته دي الكتروموتيف فورس دي مهمه جدا بالنسبه لي، هي الاي ام اف. مش انا قلت لك الفولتميتر بيقيس بوتنشال ديفرنس، فرق الجهد. البوتنشال ديفرنس ده ليه اسم تاني هو الالكتروموتيف فورس، الاي ام اف. الاي ام اف دي يا رجاله ليها كام قانون عندنا؟ الاي ام اف ليها 3 قوانين. امتى استخدم ده او ده او ده؟ على حسب الجيفن. اول قانون او بي الانود زائد ار بي الكاثود، ثاني قانون او بي انود ماينس او بي كاثود، ثالث قانون ار بي الكاثود ماينس ار بي الانود. ايه هي الالكتروموتيف سيريس؟ عشان تعمل لها تعريفات، كل تعريف بمقام قانون، كل تعريف بمقام قانون. يعني بص الاولاني بيقول لك ايه؟ ات از ذا سم اوف ايه؟ او بي الانود اند ار بي الكاثود، خلاص الكلام. الثاني ده ديفرنس ما بين مين ومين؟ او بي الانود واو بي الكاثود. الثالث ديفرنس ما بين مين ومين؟ ار بي الكاثود وار بي الانود. ده او ده او ده على حسب الجيفن اللي عندي. ركز بقى معايا في اللي انا عايز اقوله لك. بص يا باشا، الاي ام اف ده ليه 2 كومنتس، ركز فيهم. لو الاي ام اف اللي انت حسبته، طلع بالبوزيتيف، ده معناها ان انت بتطلع كهرباء، يبقى انت شغال جالفانيك. لو الام اف بالبوزيتيف ده معناه ان انت بتبروديوس الكتريستي، بتطلع كهرباء. طب وانت بتطلع كهرباء ده كانك قاعد على التليفون، انت عمال تستخدم تطلع كهرباء، صح كده ولا غلطان؟ الرياكشن ده بيبقى سبونتينيوس ولا مش سبونتينيوس؟ يبقى الاي ام اف لو طلع بالبوزيتيف قول لي كومنتين، ان البطاريه دي بروديوس الكتريستي وان الرياكشن سبونتينيوس. طب لو الاي ام اف بالنيجاتيف قول لي كومنتين برضو. ده بقى معناها ان البطاريه بتطلع كهرباء ولا بتاخد كهرباء؟ بتاخد كهرباء. يبقى هنا الباتري doesn't produce electricity، هي مش بتطلع كهرباء. والرياكشن سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس؟ وساعتها هنا الرياكشن يبقى نون سبونتينيوس، غير تلقائي. يبقى الاي ام اف لو بوزيتيف produce electricity spontaneous، لو الاي ام اف نيجاتيف doesn't produce electricity وبيبقى نون سبونتينيوس. نون ايه يا رجاله؟ سبونتينيوس. طب نكمل هنا كده مع بعضينا. طبعا كل دي طبعا امثله، انا بقى عايز احل لي مساله كده وخلاص. هي مساله رقم 4 دي مساله مهمه، هي دي اللي ممكن تتحل. هنا طبعا فور جالفانيك سيل، عشان احل يا شباب اي مساله اي ام اف في شابتر 4 لازم اول حاجه تعرف مين الانود ومين الكاثود، لازم تعرف مين الانود ومين الكاثود. وبعد ما تعرف مين الانود ومين الكاثود تشوف القانون اللي هتستخدمه. احنا عندنا كام قانون؟ 3 قوانين. اختار القانون على اساس ايه؟ على اساس الجيفن اللي عندي. يبقى اول خطوه هبقى عايز اعرفها في المساله مين الانود ومين الكاثود. ثاني خطوه استخدم انهي قانون. طب واستخدم انهي قانون دي على حسب الايه؟ على حسب الجيفن. نركز كده مع بعضينا. هنا دول مادتين، تمام؟ تعال نشوف الجيفن اللي مديهوني. بيقول لي ام ان بوزيتيف 2 كسبت 2 الكترون اتحولت لام ان اتوم. فمن بوزيتيف 2 ل 0 البوزيتيف قل، يبقى دي عمليه ريدكشن. وهنا من بوزيتيف 2 ل 0 البوزيتيف قل، يبقى دي كمان عمليه ريدكشن. عرفت منين يا مستر؟ عشان قلت لك الريدكشن يعني بكسب الكترون، الالكترون قبل السهم. طب ما دي بتكسب ودي بتكسب. طيب اي نوت دي قصده بيها بوتنشال، اي نوت دي معناها بوتنشال. هل هنا ده محدد لي من ده الرقم ده بالنسبه للام ان او بي ولا ار بي، ولا هو مش محدد؟ مش محدد، ده بيقول لي اي نوت بس. طب انا اعرف احدد الرقم ده بالنسبه للام ان او بي ولا ار بي؟ طبعا ار بي، لان هنا الام ان بيعمل ريدكشن ولا مش بيعمل ريدكشن؟ بيعمل ريدكشن، فيبقى الرقم ده بالنسبه للام ان ايه؟ ار بي. عندي عيل بقى دماغه بتوديه وتجيب يقول لك ايه؟ ازاي ده الرقم بالنيجاتيف؟ انت عرفت منين؟ يا ابني مالكش دعوه بالساين، انت مالك بالساين، انا عرفت من الايكويشن. مش الايكويشن بتكسب الكترون؟ يبقى ده بيحب يعمل ار بي، فالار بي بتاعه اهو بوزيتيف بقى نيجاتيف، انت مالكش دعوه، انت مالكش دعوه بالساين. احنا الساين دي كانت انت لما تطلع لك انت تعرف تشخصها. دلوقتي هو مديك رقم، انت مالكش دعوه بقى هو الرقم ده مديلك بوزيتيف ولا نيجاتيف، انت ليك دعوه باللي انت شايفه بعينيك. الماده بتعمل جين الكترون يبقى بتعمل ريدكشن، يبقى الرقم ده بالنسبه لها ار بي. طب الثانيه هي كمان بتعمل ايه؟ ريدكشن، يبقى الرقم ده برده بالنسبه لها ايه؟ ار بي. يبقى انا عندي الجيفن هنا وهنا عباره عن ار بي وار بي. ازاي يا مستر؟ هنشوف دلوقتي. ما هو ياض ركز، معنى ان التو جيفن ار بي وار بي ده مش معناه ان المادتين في البطاريه هيعملوا ريدكشن، لا طبعا لازم في ماده اوكسيديشن وماده ريدكشن. بس هنا هو مديك الجيفن بالار بي عشان بينشن لك على قانون معين تستخدمه، اللي هو القانون رقم 3 اللي هو ار بي الكاثود ماينس ار بي الانود. تعالى بقى احنا نقفش لوحدنا مين الانود ومين الكاثود. هتعرفها ازاي يا مستر؟ هعرفها عن طريق هعرفها عن طريق ايه؟ الار بي المختلفه اللي هو مديهاني. هنا ده رقم ار بي وده رقم ار بي. انا عشان اعرف مين الانود ومين الكاثود ما اعرفش اشتغل بالار بي لان هي بالنيجاتيف بتلخبطني انا كامير، انا اقدر اشتغلها بالبوزيتيف. طب لما يبقى ده الار بي بتاع الام ان بنيجاتيف 1 يبقى الاو بي بكام يا رجاله؟
نفس الرقم بس بالبوزيتيف، بوزيتيف 1، والثانيه الار بي بنيجاتيف 0.3، فيبقى الاو بي بكام؟ ايكوال بوزيتيف 0.3. يبقى الاولانيه الار بي بالنيجاتيف قمت انا حولته للبوزيتيف، والثانيه الار بي بالنيجاتيف قمت انا حولته للبوزيتيف. مين اعلى ال1 ولا ال 0.3؟ ال1 هي الاعلى، فتبقى الام ان هي اللي فوق عشان عندها او بي ب1، والسي او هي اللي تحت عشان عندها او بي ب 0.3. طب يلا يا رجاله كده مع بعضينا، معنى ان الام ان هي العاليه هي اللي عندها او بي عالي، والسي او هي القليله، لما الام ان تبقى هي اللي فوق هي اللي عندها او بي العالي، يبقى الام ان از، خلص الكلام، از انود، والسي او هو الكاثود. لقطت كده الفكره؟ خلاص. وانت معاك التو جيفنز بالار بي، اجري استخدم القانون رقم 3 اللي هو بيقول لك ان الاي ام اف ايكوال ار بي الكاثود ماينس ار بي الايه؟ الانود. مين الكاثود عندي؟ الكاثود هو السي او. مين الانود؟ الام ان. عرفت منين يا مستر امير؟ من الارقام بتاعت الاو بي. طب انت بتفهم وشاطر وبتعرف تجيبها من الار بي، تمام يا باشا مفيش اي مشكله. لو انت علم رياضه وبتعرف تتعامل مع الارقام النيجاتيف تمام. انا بتكلم مع علم علوم، لو انت علم علوم حولها الاو بي وقارن بالبوزيتيف احسن، هتلاقي ان الاو بي الاعلى بتاع الام ان، وطالما الام ان عندها او بي عالي تبقى هي الانود، دايما الماده اللي فوق الانود والماده اللي تحت هي الكاثود. طب وطالما عرفت الانود والكاثود خلاص اجري احل المساله بتاعتي. طب السي او بكام الرقم بتاعها؟ الار بي بتاعها بكام؟ نيجاتيف 0.3 ماينس الار بي بتاع الام ان بكام؟ نيجاتيف 1. خدت لي بالك؟ فتعمل ده ماينس ده، شوف بقى هيطلع لك بكام. لو طلع رقم بوزيتيف يبقى دي بتطلع كهرباء يبقى سبونتينيوس، لو طلع رقم نيجاتيف يبقى دي مش بتطلع كهرباء يبقى نون سبونتينيوس. ده كده يا شباب كان بخصوص الاي ام اف وازاي بيتحسب، ودي المسائل بتاعتها. طبعا ده سمري الشرح، فانا مش مهتم ان انا احل كتير، انا بس قلت احل مساله عشان افهمك ايه المطلوب مني. يبقى دايما في اي مساله اي ام اف لازم احدد مين الانود ومين الكاثود، وبعد ما احدد مين الانود ومين الكاثود احدد بقى مين القانون. انا حددت لك مين الانود ومين الكاثود عن طريق الاو بي، وحددت لك القانون عن طريق الجيفن. لقيت ده بيعمل ريدكشن وده بيعمل ريدكشن، فقلت يبقى الارقام دي ار بي بالنسبه للماده دي وبالنسبه للماده دي. تمام كده يا شباب؟